الحلقة الثالثة من بسمة عمل. ما تخافش من الكرسي أبدا، خاف من العزلة اللي كان سببها الكرسي. أكتر جملة بنسمعها بتقال للمدير الجديد مبروك، احنا عارفين انك قدها. بس خليني أقولك الحقيقة اللي محدش ممكن يقولها لك، المنصب الجديد ممكن يكون أكتر حاجة بتخليك في عزلة. فجأة بتلاقي نفسك قاعد على مكتب مختلف، نظرات الناس حواليك مش زي قبل كده، كأن كل حد بيقيسك أو بيختبرك أو بيخاف يفتح لك قلبه. وأكتر حاجة بتحصل إن المدير الجديد بيحاول يبين إنه فاهم، قوي جدا، راسم الطريق، مختلف عن اللي قبله، بس هو من جواه مرعوب. أنا فاكر واحد أعرفه اسمه إيهاب اترقى مدير على نفس الفريق اللي كان معاهم زمايل، ودي بتحصل كتيرة جدا. في أول أسبوع عمل نفسه تقيل كده، بطل يضحك معاهم وقرر يثبت إنه قائد حازم. بس النتيجة بقى حصل إيه؟ الفريق بدأ يتجنبه، وبعد شهرين الأداء وقع والناس فقدت الثقة. ساعتها قعد معايا وقال أنا مش عارف أبني علاقة من غير مخسر أو أكسر الهيبة بتاعتي. قلت له بص يا سيدي، القيادة مش في المسافة، القيادة في التواصل. لو أنت مدير جديد ما تخافش من إنك تكون واضح، اسأل، خد رأي، وافتح باب الحوار، وتعلم كمان من اللي تحتك. مش معنى إنك مسؤول إنك تكون معزول. الناس ما بتحترمش الكراسي، الناس بتحترم اللي بيشاركهم وبيسمعهم وبيكون حاضر بقلبه مش بس بتوقيعه. نصيحة ليكم النهاردة، ابدأ كل أسبوع بلقاء بسيط مع فريقك، لقاء فيه تواصل، لقاء عمره ما هيكسر الهيبة، ولكن عشان تسمع منهم وعشان توجههم. اسألهم ايه اللي ماشي كويس، ايه اللي مضايقكم، ايه اللي ممكن نحسنه، ازاي اقدر اساعد. لما يحسوا انك بني آدم قبل ما تكون مدير، وقتها هيشتغلوا معاك بقلبهم وعقلهم وكل حاجة. سؤال ليك النهاردة، لو فريقك كتب برأيهم فيك بسرية، تفتكر أول حاجة يكتبوها إيه؟ لو ما كنتش مرتاح للإجابة، يبقى عندك بداية حقيقية من النهاردة تشتغل عليها. أشوفكم في الحلقة الجاية من بسمة عمل.